السلام عليكم ومرحبا بكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. وصفتنا لنهار اليوم وصفه بزاف بزاف بنينه، قد ما نقول لكم بنينه قليل لانه فعلا تستحق التجربه هذه الوصفه. وصفه هي غراتا الموتساكا. الموتساكا هذه هي وصفه يونانيه، يعني وصفه مشهوره بزاف، وبزاف اللي يحبوها. اساس في الوصفه تاعنا هو الباذنجان، اذا عشاق الباذنجان هذه الوصفه راح تكون بزاف مناسبه ليكم. بسم الله على بركة الله، نبداو بالمقادير اللي راهم واضحة أمامكم. عندي كيلو تاع الباذنجان، عندي كيلو تاع بطاطا، عندي كمية من لافيون داشي، حبة تاع بصل، زوج حبة تاع طوماطيش ومغرفة كبيرة ماشي معمرة بزاف تاع طماطم مصبرة، وكذلك سنينات ثوم أكيد. بالنسبة لطريقة التحضير بزاف سهلة. أول حاجة حمست هذيك حطيت شوية زيت في المقلاة كالعادة، ذبلت هذاك البصل شوية، يعني حطيته حتى ذبل لي شوية. ضفت اللحم المفروم لافيون داشي، على حساب كيما قلت لكم الكميه على حساب افراد العائله، انا راني كثرت شويه لانه عندي ضياف. كيما قلت لكم حمست هذاك اللحم، كان شويه مكونجلي يعني بشويه بشويه حتى ذاب لي. بالنسبه للتوابل ما فيهاش توابل بزاف عليها، ما حطيتش كيما نعرفوا اللحم يجينا بزاف بنين، فقط من الملح وفلفل اسود ويجينا بنين. لان حطيت مغرفه صغيره تاع فلفل اسود، حطيت رشه ولا مغرفه صغيره اقل شويه يعني ملح، وكذلك مغرفه صغيره تاع بابريكا حار، يعني فلفل حار احمر. والحلو كان خلاص لي، يعني اذا كان عندكم متوفر تحطوه، وثوم بطبيعه الحال. نحمس جميع المكونات مع بعض حتى يتقلى لي هذاك اللحم مليح مليح، ونضيف مغرفه كبيره اللي مش قلت لكم ماشي معمره بزاف تاع طماطم مصبره. اولا راح نحمسها شويه حتى يعني تخلص لي من هذيك الحموضه نتاعها. فيما بعد راح نضيف طماطيش يعني تاع الحب اللي كنت ديجا مقطعتها شرائح. كما تلاحظوا بهذه الطريقه طريقه بزاف سهله. الاساس في الوصفه تاعنا انه لاصوص تاع الفيونداشي هذه تكون يعني فيها لاصوص، يعني تكون صلصه اللحم. يعني ما نشفوهش كامل، يعني عليها درنا زوج حبات تاع طوماطيش. كما نعرفوا الطماطم راح تكون يعني ديرنا هذيك لاصوص. اللي يحب يعني يرحيها ويضيفها عادي، المهم انه نتحصلوا على صلصه بالفيونداشي، هذا مكان. في الاخير لهنا راح نغطيها نخليها يعني باش ما تتبخر ليش هذيك السوائل. كما قلت لكم نتحصلوا على تكون فيه الصلصه. في الاخير راح نضيف كذلك رشه تاع الزعتره، راح نشوفوها فيما بعد. بعد ما يطيب لي نضيف هذيك الزعتره باش تبقى محافظه لي على النكهه تاعها. في المقابل لهنا راح نقلي الباذنجان، لهنا كيما حبيتو تقليو انا راح نقلي شرائح. نتوما تحبوا ديروه في الفرن، تحبوا تقليوه في زيت، انا درت مقلاة فيها زيت قليله ورايحه نقليه كيما راه موضح امامكم. كيما حبيتو، كيما قلت لكم اذا حبيتو تشويه في الفرن تدهنوا كذلك بشويه زيت مع شويه ملح، تدهنوه في الفرن عادي. بالنسبه للطبق تاع اليوم المتسكر راح نقدم لكم على طريقتين. يعني اللي عجبتها الطريقه طبقها في زوج يجيو بنان. هو الاساس تاع المتسكر هي البطاطا والباذنجان. الطريقه الاولى راح نقدمها لكم مع البطاطا بيري تاع البطاطا، يعني اللي انا كنت سلقت كميه من البطاطا. حطيت معها مغرفه كبيره تاع لحظه، مغرفه تاع زبده، تقريبا زوج مغارف تاع لا كريم فريش او حليب عادي. انا عاده ما نستعمل حليب، كي تعود عندي متوفر لا كريم فريش ندير لا كريم فريش. لهنا طريقه عاديه راح نهرسها مليح كيما نخدموا البيوري تاع البطاطا. لهنا فقط نتوما حاولوا تخفوها شويه، يعني أنا ما خففتهاش خليتها يعني هكذا شويه ناشفه. نتوما من الاحسن تخفوها هكذا باش يجيكم الطبق تاعكم متوازن، يعني تكون فيه لاصوص هذيك من تحتها والبطاطا تجي كريميه ما تجيش ناشفه. انا لهنا يعني جاتني شويه ناشفه، يعني من دوكا يعني ننصحكم للامانه وللصراحه. نجيو لهنا للمونتاج تاع الفيديو تاعنا ولا تاع الوصفه تاعنا عفوا. قال لنا راني رشيت الزعتره في لاصوص هذيك تاع اللحم كما راكم تشوفوا. لنا كي نجيب مول على حساب المول اللي عندكم. كطبقه اولى راح نحط لافيون داشي، راح نحط صلصه تاع اللحم المفروم كطبقه الاولى، يعني نحط كميه لاباس بها باش تجيني يعني تجيني بنينه، يعني ما تجينيش ما يجيش ناكل غير في البطاطا. راح نحط كميه كبيره من هذه الصلصه تاع اللحم المفروم. لهنا راه يعني فيها لاصوص فقط، لهنا يعني بردت لي تماسكت شويه، لكن هي في الحقيقه فيها كميه مليحه من الصلصه.
بعد ذلك راح نضيف شرائح تاع الباذنجان اللي كنت قليتهم معكم. نزيد كذلك طبقة، شوفوا نستفهم كامل مع بعض كما راكم تلاحظوا. يعني ندير كذلك طبقة مليحة، يعني ماشي ندير يعني كوشه رقيق ولا، ندير هكذا باش يبان يعني كامل الطبقات تبان متناسقة. راح نزيد كذلك لهنا الطبقة هذه، راح نزيد طبقة خفيفة فقط من لا فيون داشي. تحبوا تستغنيو عليها، انا حبيت نضيفها باش نزكي الطبق تاعي، لأنه كمية البطاطا عندي كبيرة وهي راح تكون الطبقة الأخيرة. لهنا راح نضيف البطاطا كما تشوفوا راه جاتني شويه ناشفه، يعني حبذا لو كان ديروها نتوما شويه خفيفه مع يعني الجبن في الاخير لما نقراتينيه في الفرن، راح يجي طبق تاعكم بزاف بزاف خفيف وفي نفس الوقت يجيكم بنين، يعني يجي كامل الطبقات يعني مشمخه ويجي مندي. بعد ما سقمت السطح مليح راح نحاول نرش، يعني ندير كمية لاباس بها من الجبن المبشور. حاولوا انكم ديروا يعني نوعية جيدة باش يجيكم البلات تاعكم بزاف بزاف بنين ويحمر الوجه. نمر الان للوصفة الثانية اللي راح نستخدم فيها صوص بيشاميل. في كسرونة كيما هذه حطيت مغرفة تاع الزبدة، مغرفة نتاع فارينة، نحمس هذيك الفارينة مليح حتى يعني طيب لي مع الزبده هذيك، ونضيفوا الحليب. صوص بيشاميل راني ديجا استعملتها معكم شحال من مره في فيديوهاتي. لان هي يعني سهله فقط مع التحريك هكذا باش ما تلصقلكمش وما يجيكمش فيها حبيبات، يعني دائما نبقاو نحركوا. الحليب من الاحسن يعني تدفيوه شويه قبل ما تضيفوه باش ما يغلبكمش ويذوب لكم الفارينه بسرعه، يعني دفيوه فقط، يعني ماشي حتى درجه الغليان. نجي لهنا نصبو مباشره فوق هذاك الخليط نتاع الزبده والفارينه. درت لهنا استعملت تقريبا كاس ونص، يعني ما نحتاجش كميه كبيره. نتوما اذا يعني استعملتوا هذه الوصفه حاولوا ودرتوها في مول كبير. انا راح ندير الوصفه هذه الثانيه في اللي رامكه عادي، يعني في لي مول هذوك الصغار، يعني انديفيديال. نتوما اذا درتوها في مول كبير يعني ديروا زوج كيسان نتاع الحليب في صوص بيشاميل تاعكم باش تجيكم باش تكفيكم للوصفه نتاعكم. دوك تشوفوا معايا طريقه التحضير كيما نقول الصوص بيشاميل، يعني رشه تاع فلفل اسود ورشه تاع ملح وكذلك جوز الطيب اللي ما نستغنيش عليها نهائيا. كما راكم شفتوا لهنا قليت البطاطا والباذنجان، قليتهم عفوا مرصوات صغار، يعني مكعبات صغار كيما هكذا. ونجي لهنا كيما قلت لكم راح نديرهم في ليمون هذو الصغار. صراحه شريتهم جدد اول مره راح نستعملهم معاكم. عجبوني بزاف بزاف وعجبوني، يعني عمليين وكذلك يعني كل واحد ياكل الحصه تاعو احسن من ان ديري بلا كبير وممكن تقعد لك وتفضل لك يعني الطبخه تاعك. انا عجبتني هذه الطريقه وراح دائما نعتمدها ان شاء الله. حطيت كميه تاع صلصه الفيون داشي، حطيت كميه من البطاطا، لهنا استعملت البطاطا كطبقه ثانيه. بعد ذلك راح نزيد المكعبات تاع الباذنجان اللي كنت قليتهم. تحبوا الباذنجان لهنا اللي تقليوه تحبوه يعني بالقشور تاعو والا تقشروه، انا خليته يعني بالقشور تاعو هكذا باش يجيني فرق ما بين، يعني يتفرق لي ما بينه وما بين البطاطا. يعني لو كان نقشرو راح يبان كيما كي الشكل تاعو كيما البطاطا. حبيت نخليه بالقشور ولكم الاختيار طبعا. لأن راح نزيد طبقة موالية، طبقة تاع صلصة البيشاميل، لأن راح تخلي لي الطبق تاعي ما يجينيش ناشف، يجيني كريمي من داخل، يجيني كريمي ويجيني بزاف بزاف بنين. حطيت كمية من صلصة البيشاميل فوق هذاك المكعبات تاع البطاطا والباذنجان. نتوما اذا حبيتوا تطبقوها في مول كبير فقط تبعوا الطريقه يعني تاع الطبقات، راح يجيكم طبقات متناسقه ويجيكم بنين الطبقه تاعكم تاع الموتساكا. كطبقه اخيره او ما قبل الاخيره حطيت كذلك كميه من الصلصه تاع اللحم المفروم كما راكم تشوفوا. وكطبقة أخيرة زدت قعدت لي يعني هذيك الكمية تاع يعني شوفوا لي رامكة هذو شحال غامقين ويهزوا لي شوفوا شحال درت طبقات، يعني جاتني بزاف بزاف بنينة عجبتني صراحة. قلت لكم كملتها بهذيك المكعبات تاع البطاطا الباذنجان. وكطبقة أخيرة صلصة البيشاميل.
دائما حاولوا تتبعوا الخطوات هذه تاع طريقة تقديم المتكة. حتى وإذا درتوهم في مول كبير تبعوا فقط الخطوات راح تحصلوا على طبق تاعكم يجيكم كريم، يجيكم خفيف، ماشي كيما لي غراتا هذوك لي قاهمو، يجيكم بزاف بزاف بنين. في الأخير ضفت كذلك كمية لبست بها من الجبن المبشور وحطيتهم في الفرن مباشرة، كنت سخنته من قبل. لهنا الطبق الأول تاعي ديجا راه وجد. شوفوا لنا فقط ملاحظة كي تعودوا راح قطعوه فقط بالموس هكذا باش يجيكم الشكل تاعو انيق ورقي، يعني ما يجيكمش كما تعرفوا الباذنجان. راني حطيته شرائح. بالنسبه للنوع الثاني تاع الموتساكا في الليرامكا، نتوما اذا درتوهم في مول كبير فقط ديروهم اقليو البطاطا والباذنجان تاعكم اقليوهم شرائح، ما ديروهمش مكعبات. انا فقط كيعدوا عندي لي مول هذو صغار قليتهم مكعبات، والا كنت درتهم شرائح عادي. الى هنا حبيباتي وغالياتي نقول لكم لحقنا نهايه الفيديو تاع نهار اليوم. ان شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفه، اكيد راح تعجبكم لانها بزاف بزاف بنينه وتستحق التجربه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في امان الله ورعايته، ومع السلامه.